يا أهلا وسهلا فيكم، كيفكم؟ طمنوني عنكم. اليوم كده صحيت من النوم وقلت أنا بدي أخلص الأكل بسرعة 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 وأطلع. فقلت إيش ممكن يكون أسهل أكلة أنا بعرف أعملها. أنا بظن الأكلات اللي بالفرن هي أسرع أكلات ممكن الواحد يعملها. فأنا قلت أعمل فخدة حبش بالخضار. فرحت طلعت فخدة الحبش واستنيتها لما تدوب، وقلت هعملها وأطلع. شايفين كيف الخضار ما شاء الله تبارك الله، وشوفوا زرعات ابني كيف بتكبر، وشوفوا الدجاج كمان. طبعا الدجاج التام كده قدامي من أول ما شافني جاي عند الباب فكله إجا، عشان كده هادي واقفة عند الباب تستناني أطلع لها أكل. بس يا حبيبتي بعد شوية بعد شوية لما أنا أخلص تصوير بروح بحط لك الأكل تاكليه. طبعا هم بيحبوا أكل البيت أكتر بكتير من أكل اللي هو الأكلهم اللي بنشتريه. وهنا بدأت أطبخ، قطعت البطاطا بشكل دوائر زي كده، وبعدين البصل حطيته فوقيه، وبعدين قطعت الفلفل. إحنا بنحب الأكل الحار بشكل عام، فقطعت فلفل فوقيه، وبعدين بهرتهم بالفلفل الأسود والملح وأي بهارات انتوا بتحبوا تبهروا فيه البطاطا. أنا بحب أبهر كمان بالقرنفل. القرنفل إحنا هنا بنحب نكهة القرنفل بالأكل. فجأة كده مرة عمل لنا إياها ابن يعني سيلفي، عمل لنا إياها الدجاج بالبطاطا بالقرنفل، يعني حبيناها كتير الصينية اللي هو صينية دجاج بالبطاطا بالقرنفل. المهم هنا تبلت فخدة الحبش وزودت كمان كوسة، وطبعا فخدة الحبش بتبلها باللبن وكل البهارات اللي عندك، ولفيتها بالقصدير ودخلتها بالفرن. وطبعا بدي ساعتين، فدخلتها بالفرن وحطيتها على الحرارة المناسبة. طبعا أول حاجة بعلي الحرارة، وبعدين بعد نص ساعة بخفضها. أول حاجة بخليها 200 وبعدين بقللها ل 180، وبعدين بسيبها براحتها تستوي. فطلعنا شايفين كيف الدنيا ممطرة زي دائما، يعني الشمس بتطلع شوية ربع اليوم وبعدين بتختفي، بصير الدنيا مطر وغيم. وهنا عند سنتر المدينة طبعا واحنا ماشيين برضو لقينا مكان ببيع الزهور والنباتات، واسماعيل وقف عنده، اسماعيل ابني. كان عندي بعض الأشياء أنا محتاجاها للمطبخ وللبيت، فدخلت المحل هذا أشوف إذا موجودة هنا، واشتريت بعض الأغراض هلقيت بنشوفها مع بعض. شوفوا كمية المنظمات الموجودة، نفسي أشتريها كلها يعني، بس الواحد ما بيشتري إلا اللي بيحتاجه، ولسه أنا ما احتجت. شوفوا هادي عجبتني، اللي هو اللي بتنحط لمفاتيح والأشياء المهمة عند مدخل البيت، يعني كده ورخيصة ولونها أسود، عجبتني. شوفوا هنا كيف. طبعا المحلات بتجدد كل شوية تحف الأشياء الموجودة، فيعني الواحد بصير نفسه يجدد بيته كل فترة، كل ربع سنة بده يجدد بيته. هذه عجبتني كتير، حافظة للمكسرات وعلى شكل جرة كمان بدل جرة الإزاز، عشان تحطي فيها المكسرات ولما تخلص ترميه تحفظي فيها وما تبرد المكسرات. المهم كمان كنت محتاجة اللي هو الستيكر اللي بنكوي على الأواعي، طبعا لإلي، فجبت هذه الحاجة إلها علاقة بالبنات يعني. كنت مرة أشتغل في ألوان وإجا على بيجامة عندي ألوان وبتناسبها الألوان هذه تبعت الستيكر هذا، فأنا هكوي هذا الستيكر على البيجامة تبعتي. يعني حل من حلول إنك انتي ما ترمي الحاجة من أول ما يكون فيها وسخ صعب إنه يتشال. فشوفوا كيف يعني كل إشي موجود فيه. يعني أنا عند طبعا الركن الفني هذا بضلي واقفة، طبعا بما إنه زمان كان عندي قناة للأعمال اليدوية، هي لسه موجودة طبعا وإن شاء الله برجع لها، بس لهلأ ما عندي الطاقة إني أرجع أعمل أعمال يدوية، ما بعرف ليه. من أول ما نقلت بلجيكا بحس ما عندي الطاقة أرجع أعمل عمل يدوي. إن شاء الله يا رب أرجع تاني، لأنه القناة أنا تعبت فيها زمان، فلازم أضلي مستمرة عليها. إن شاء الله نرجع واحدة واحدة من أول وجديد. المهم شايفين كيف كمية هنا الورود، وهنا لازم طبعا نعمل لنا اللفة هذه في كل إشي في المحل. وهنا قعدت ألف كمان على أدوات المطبخ. طبعا عجبتني هذه الفكرة، شوفوا كيف منظم للمعالق والسكاكين يعني هذه الأشياء هذه. بس عجبني كده منظر تبع السكاكين، شوفوا كيف. أول مرة أشوف الفكرة هذه، أنا ما بعرف. وهذه عشان لما بدك تدخلي إشي بالميكروويف وما تمسكيه يكون يعني حار، تقدري تطلعيه من الميكروويف وهو سخن. برضه هذه الفكرة بالنسبة لي جديدة.
وهذه هنا برضو للوساخة تبعت السجاد. أنا مهمة جدا عندي بما إنه أنا عندي أطفال وحيوانات ما شاء الله علي، يعني لازم يدي تضلها على السجاد. وهنا أنا ما عندي منظم في الحمام للشامبو وهذه الأشياء اللي عند منطقة البانيو، يعني اللي عند منطقة الدش قصدي. فقعدت أشوف أفكار، فشفت هذه الأفكار موجودة طبعا. هذه للفراشي اللي هي بتنحط عند المغسلة، فقلت بدي أشتريها، بعدين قلت لا بعدين، لأنه أنا عندي منظمات في المغسلة. وهذه المنظمات طبعا تبعت نكشة الدان وهذه الأشياء، وأنا عندي برضه، بس يعني بيعجبني بنفسي أشتري أي إشي، نفسي أغير يعني اللي عندي. طبعا هذه أظن للميك أب، وعندي برضه فمش لازم، بس عندي أكبر حجما. المهم لقيت هذه، قلت هذه مناسبة، يعني بلزقها بالحيطة وبجيب 2 بحطهم فوق بعض. الشامبوهات الخاصة للرجال بحطها في واحدة، والخاصة للنساء بحطها بواحدة، زي كده يعني أحسن من اللي هي بتيجي بالزاوية. فرجعت اللي هي بتيجي في الزاوية وجبت 2 من هذه. وكده خلصت التسوق وروحنا. عجبتني هذه الطاولة، سفينة محطوط عليها، المهم يعني عجبني. وهنا تذكرنا إنه إحنا لازم نشتري مرمية، اللي خلصت عندنا المرامية، فرحنا لقينا آخر 2 من الماركة هذه، يعني لقينا جايب جديد ماركة تانية، بس أنا خفت الصراحة أشتري. بتعرفوا المرمية بتغير نكهتها من مكان لمكان، من منتج لمنتج من شركة لشركة. المهم فجبت القديمة اللي إحنا متعودين عليها وروحنا. هنا عندنا شوفوا كيف الشوارع ما شاء الله بتجنن، يعني الواحد بيعمل عن جد تأمل ويوجا وهو ماشي في الشارع. وهنا روحت وقلت على طول بدي أركبها وأشوف كيف شكلها على الحيطة. فرحت هيني لزقت اللزق وحاولت أركبها. شوفوا كيف هي ركبت معي على طول، سهلة بتتشال وبتتحط وبتقدري تنظفيها بسهولة. فركبت الأولى وركبت التانية فوقيها بهذا الشكل. عن جد فكرة، عن جد الحمد لله إجتني، عجبتني الفكرة. بدل ما أحط زاوية وحامل وما بعرف إيه، كده شفاف وما هو باين. هنا كده حطيت الشامبوهات الموجودة عندي، وشوفوا كيف المنظر مرتب. شوفوا هذه شكل البطاطا، أنا شفتها لما إجيت أشتغل في الصبح ونسيت أصور لكم إياها. لما هلأ روحت شفتها قلت والله أصور لكم إياها، شكل قلب ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا لما روحت كان جاهز الأكل، ولما طبعا روح جوزي حطينا الأكل. وشوفوا كيف المنظر بيشهي. طبعا أنا بحطها ساعتين بالفرن، شوفوا كيف محمرة لحالها، والدنيا عن جد روعة. فأنا بالنسبة لي أسهل طبخة هي دي الطبخة. لقيت بعد ما أنا خلصنا طبعا أكل، استغليت الوضع قلت يلا خليني أنظف الفرن معاكم. فرشيت، شايفين هذا المنتج اللي أنا رشيته بالفرن؟ هو صراحة هذا المنتج اللي يفوز في تنظيف أي دهون وأي وساخة صعبة التنظيف عن جد. هنا طبعا حطيت كل إشي بغسالة الصحون. عن جد غسالة الصحون المساعد اللازم يكون في كل بيت للمرأة. وبس كده خلصت المطبخ ونظفت المطبخ والحمد لله. بس كان باقي أرش شوية المهم كلور يعني على المغسلة، وخلصت الحمد لله. وهلأ دور كوباية الشاي. طبعا أنا من مفضلين الشاي، بحب الشاي ما بحب القهوة بالمرة. فأنا لما تشوفوا فيديوهاتي هتلاقي هي كوباية الشاي الأغلب بفيديوهاتي. وبس كده بكون خلصت فيديو اليوم وشغل اليوم. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم أي جديد أنا بقدمه. وبس، مع السلامة وبأمان الله.